كل اللي بتعمله قناة الجزيرة من الصبح أنا قاعد بتفرج عليه. قناة الجزيرة وتوابعها بقى العربية ومش العربية ومش عارف فوكس والحاجات دي كلها، كله تمويل خليجي. تمويل خليجي كله، الإعلام العربي كله تمويل خليجي، واللي مش تمويل خليجي بيقفل بالمناسبة. فالخليج الآن يشكل الوعي العربي. الخليج خلاص مش راضي عن حافظ الأسد، عن بشار الأسد. ليه؟ لأن الخليج في خلاف مع إيران، وإيران تدعم بشار الأسد، فيبقى نكاية. عارفين كده النساء شعب يموت ويتذبح عشان فرض، عشان العالم كله مش عايز بشار. طب لو بشار ماشي، طب ما هو القذافي ماشي، وعلي عبد الله صالح ماشي، ايه اللي حصل؟ وصدام حسين ماشي. اتحلت المسائل؟ ما اتحلتش المسائل، زادت الوضع طين. وعشان كده انا ارجو ان احنا يبقى عندنا وعي. من اللي موجود على الفيسبوك حلب تحترق، حلب مش عارف ايه، وبعدين الاقي ناس شتمه في بشار الاسد وشتمه في الجيش السوري. 5 منظمات ارهابيه اقلهم داعش بيمولوا خليجيا وامريكيا عشان يقتلوا الشعب السوري. طيب هو ليه الحكايه دي ظهرت بعد ما نزل 150 جندي امريكي من المارينز، نزلتهم الطيارات هناك عشان حلب؟ جيم بيتلعب في مباراه بتتلعب قدامنا واحنا قاعدين في المدرجات زي لا مؤاخذه نشجع. حلوه اللعبه دي، اللعبه دي وحشه. احنا قاعدين في مدرجات في جيم بيتلعب قدامنا، هنعمل ايه؟ بجد. وعارف ان انا هانتقد في اللي بقوله، بس ما بيعنينيش. واحنا بنشوف الحاجات دي علينا ان احنا نتذكر 25 يناير، ونشوف قناة الجزيرة، ونشوف كل الحركات، ويسقط حكم العسكر، والدبابات مش عارف ايه، والحرق يتم ايه، والقتل يتم ايه، ويروحوا عند مسبيرو وعند مش عارف ايه، والنشطاء والعملاء. كل ده كان بيتم لما كان في شعب مصر عنده وعي، كان في جيش مصر، وفي الفترة دي كان في بعض إعلام مصر، لأن كان في ناس منبطحين على بطونهم في الإعلام المصري، منبطحين وعاملين دلوقتي أبطال على فكرة، وعاملين رجالة وعاملين أبطال دلوقتي. بس دي بلد لا تكافئ الشريف أبدا، دي بلد مع المنبطحين. ده اللي كان بيراد لمصر على فكرة. وكان في إعلام، يعني أنا ولا بلاش، في قنوات عاملة إنها محترمة دلوقتي، قنوات حضراتكم بتشوفوها، ومذيعين عاملين إنهم محترمين دلوقتي، كانوا منبطحين على بطنهم في 25 يناير ومع مرسي ومع الإخوان. والناس بتنسى ما يحدث في حلب وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا. كان المطلوب ده بالظبط لمصر. قال لك الفتنة الطائفية اللي هم بيقول لك سنة وشيعة، مفيش حاجة عندنا اسمها سنة وشيعة. أنا ما بعترفش بالكلام ده ولو كره الكارهون.